السيدات العزيزات، عضوات مجلس وإدارة مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، تحية لكم وأهنئ. هذا هي مرحلة حساسة جدا وتحمل في طياتها الكثير من الإنجازات التي يمكن أن تحققها النساء على مستوى سوريا بالكامل وعلى مستوى المنطقة. تأسس حزب سوريا المستقبل بناء على ضرورات سياسية وثقافية واجتماعية، وكان له هدف أساسي بأن يرتقي بالحالة السياسية في سوريا. بطبيعة الحال وبما أن حزب البعث الحاكم في سوريا لم يأتي بحالة صحية سياسية للشعب السوري، وتسبب بالكثير من المآسي والويلات نتيجة السياسات التي مارسها خلال أعوام ماضية من تاريخ سوريا بالكامل. وما نعيشه اليوم هو نتيجة للسياسات التي مارسها ولا زال يمارسها هذا الحزب على الشعب السوري. بالتالي نحن نحمل حزب البعث وسلطته الحاكمة في سوريا كل المآسي التي يعاني منها الشعب السوري والأزمة التي تعاني منها سوريا بالكامل. لذلك أتى تأسيس حزب سوريا المستقبل بناء على ضرورات مهمة لإيجاد سياسات متقدمة في المجال المجتمعي والمجال الثقافي والمجال الجندري. بالتالي مشاركتكن ضمن صفوف هذا الحزب ولعبكن للدور الريادي في هذا الحزب له ضرورة حياتية ومصيرية بالنسبة للمجتمع السوري. فحزب سوريا المستقبل هو حزب سوري، والنساء الناشطات ضمن هذا الحزب لهن دور على المستوى السوري بالكامل. لذلك بالرغم من صغر عمر هذا الحزب وخاصة مشاركة المرأة في صفوف الحزب، نرى بأن هذا الحزب استطاع أن يرتقي إلى مستويات مهمة في منطقة شمال وشرق سوريا. لذلك نرى من الضروري الاستمرار بهذا الدور، ونرى من الضروري على النساء الوصول إلى كافة النساء، سواء كانت المرأة الريفية أو في المدينة، بالوصول إليها وإشراكها في كافة مجالات الحياة. فاليوم سوريا بحاجة لحزب ريادي قادر على قيادة المرحلة بدور طليعي ومهم ومصيري. وبما أن المرأة مشاركة ضمن صفوف هذا الحزب ولها دور قيادي، هذا يعني بأن يمكن لحزب سوريا المستقبل حقيقة أن يبني مستقبل سوريا ديمقراطية لا مركزية. ونحن نبني الآمال على هذا الحزب ونبني عليه مخططات مستقبلية لكل سوريا. بالتالي تقع على عاتق المرأة مسؤوليات مهمة، مسؤوليات تاريخية، باعتبار أن هذا الحزب
حزبا ذكوريا، إنما له دور مجتمعي، ويقع على عاتقه القيام بمهمة تغيير، إحداث عملية تغيير ثقافي في بنية المجتمع وذهنيته، والتخلص من كل رواسب سياسات حزب البعث الحاكم. بالتالي سياسات هذا الحزب ستكون مختلفة وله أساليب ديمقراطية، ومشاركة المرأة بهذا الكم الهائل في صفوف هذا الحزب يعني بأننا سائرون على الدرب الصحيح. نشكر جهودكن ونشاطكن والتضحيات التي تقدمهن في هذا الطريق، حقيقة هي جهود كبيرة ومقدرة. جميع الشهيدات اللذات قدمنا أرواحهن في هذا الطريق، وعلى رأسهن الشهيدة هبرين والشهيدات الأخريات سعدة وهند، وجميع الصور التي نراها في هذه الواجهة صور الشهيدات جميعهن قدمن أرواحهن في سبيل مشاركة المرأة في الساحة السياسية بقدرات وفعاليات عالية. إحداث عملية التغيير وكسب المرأة إرادتها الحرة. على المرأة أن تمتلك إرادتها وأن تكون صاحبة قرار في الأسرة وفي المؤسسة وفي المجتمع بالكامل. وهذا ما فعلته الشهيدة هبرين. اليوم على المستوى الدولي والمنطقة نرى هناك أحداث بدأت من نشاطات المرأة. إيران والشهيدة جينا التي ذهبت ضحية لسياسات النظام الحاكم في إيران، ومنها بدأت انتفاضة المرأة، انتفاضة النساء، لهي خطوة تاريخية ومهمة. الشعار الذي رفعهن جند جيان آزادي، المرأة، الحياة، الحرية. هذا الشعار له تاريخ نضالي طويل بدأتها النساء الكرد، واليوم يلتف حول هذا الشعار عشرات الآلاف، مئات الآلاف من النساء، وأصبح شعار ريادي للنساء للوصول إلى تحقيق مطالبهن في الحرية والعدالة. لذلك ترك الساحة السياسية للرجل، للذكورة، هذا يعني استمرار الحروب، هذا يعني استمرار القتل، هذا يعني استمرار تهجير النساء، هذا يعني استمرار سياسات اغتصاب النساء، إلى ما هنالك من مظالم تتعرض لها المرأة، سواء كان في الأسرة أو إن كان في المجتمع أو إن كان في الساحة السياسية. هذا نتيجة استمرار هذه السياسات، هي نتيجة الفراغ الذي تركته المرأة خلال عشرات آلاف السنين الماضية في الساحة السياسية. لذلك نحن كنساء يجب أن لا نترك هذا المكان شاغرا، يجب أن نملأه وبقوة وبنشاط وبحيوية وذكاء، نملأه كي نغير في الحياة المعيشية، نغير في الحياة الاقتصادية، نغير في الحياة السياسية، نغير في الحياة القانونية وكل مجالات الحياة. الحياة التشاركية تعني تغيير الحياة من الجذور، وهذا ما
في هذه المسيرة النضالية. لذلك يجب أن نبدأ من نفسنا، من أنفسنا، بعملية تغيير ثقافي جذري إلى عملية تغيير اجتماعي مجتمعي وسياسي. لذلك هذه المؤتمرات وهذه الاجتماعات نعلم بأنها مهمة جدا وضرورية وحياتية. النساء في شمال وشرق سوريا أن تشارك في الساحة السياسية بالتساوي مع الرجل في كافة مراكز القرار، حيث القوانين موجودة والضمانات موجودة. يبقى على المرأة فقط إبداء الرغبة والقناعة للمشاركة وملء الشاغل الموجود في مراكز القرار والساحة السياسية. وهذا ما تقومنا به. وهذا المؤتمر اليوم ينعقد في مرحلة انعطافية، في منعطف تاريخي، حيث الظروف الدولية باتت تتهيأ لوضع سياسات جديدة لسوريا، وباتت تتهيأ لإقرار مصير سوريا. ونحن النساء يجب أن نكون موجودات في مراكز هذا القرار. وإن لم نكن موجودات فلنعلم بأن الحرب ستكون مستمرة. فإذا كنا نريد إنهاء الحرب، هذا يعني يجب أن نكون مشاركات في الساحة السياسية بقوة وفعالية ونوعية. ضمن هذا الإطار أقول بأن هذا اليوم هو يوم تاريخي، ويجب وعلينا أن نناقش كافة المجالات التي تتعلق بالحياة السياسية في هذا البلد، وأن نتخذ فيه قرارات مهمة، ونبدأ مرحلة عملية جديدة. فضمن هذا الإطار أستذكر كافة الشهيدات اللواتي ضحينا بأرواحهن في سبيل الحصول إلى حقوقهن، وأنحني إجلالا وإكبارا أمام أرواحهم الطاهرة. وأتمنى لهذا المؤتمر الموفقية، وتعيش المرأة الحرة. وشكرا.